السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نصيحة مني لكم يا بنات، اوعوا تلزقوا الاستيكر على الرخام مباشرة. انا لزقت الاستيكر زي ما انتم شايفينه، كان شكله جميل اهون، بس اتطرب بقى وبقى شكله مش حلو، فانا عايزه اغيره. بمشي ايدي عليه كده اتطرب مهما امسحه بقى، فبقى شكله مش حلو. هو كان شكله جميل جدا، كان مكتوب عليه رمضان كريم، وكان عليه اللي هو ايه، بكار وحسونة وفؤاد المهندس، وزي ما انتم شايفين كان عليه زواق رمضان. كان شكله جميل جدا، اول ما لزقته كده في رمضان كان جميل جدا. فانا حبيت بقى ان انا اغيره، لان خلاص يعني بقاله شهر وزياده اهو، فقلت بقى ابدا ان انا اغيره، اجيب واحد تاني واغيره. جيت اشيله، عانيت معاناه. اوعوا بصراحه يعني تلزقوه بالطريقه دي، انا عمري ما عدت هلزقه بالطريقه دي. بدات بقى ان انا الم التراب اللي عليه عشان ابدا ان انا اشيله والزق واحد تاني. والله بعد معاناه انا فضلت اكتر من ساعتين على ما وصلت للمرحله دي، والله يعني بطريقه رهيبه. واحط ميه وبالسكينه وبضوافري واجي اشد كده، يقوم طالع حته صغيره والباقي يفضل، اجي اشد يطلع حته صغيره والباقي يفضل. يعني انا وقفت الفيديو على ما شلت، لان لو كنت سبت الفيديو شغال كان هيطول جدا جدا، كنت هتزهقوا. فانا وقفت الفيديو على ما شلت الحتت دي كلها، ورجعت لكم بقى بالقطع الصغيره ده عشان ما تزهقوش، وعشان اوريكم برضو المعاناه اللي انا عانيتها في شيلته. يعني نصيحه مني، اوعوا تلزقيه بالطريقه دي تاني حقيقي. يعني شوف، انا كل ما اشيل بضوافري يطلع حته صغيره والباقي يفضل، يطلع حته صغيره والباقي يفضل. شوفوا بقى، انا بقالي اكتر من ساعتين واقفه على رجلي عشان اشيله، واحط ميه، لا اجيب السكينه، لا ضوافري. زهقت حقيقي، زهقت. انا صورت لكم الفيديو ده عشان ما تغلطوش غلطتي. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. يعني انا لو بالي مش طويل والله العظيم كنت سبته، قلت بلا تغيير بلا نظافه بلا قرف. شايفين كل ما اشيل يطلع حته صغيره والباقي حاجه تزهق. يعني عادي، خلي عندك بال طويل. لو انت غلطت كده، خلي عندك بال طويل على ما يتشاء. هنا كنت جبت السكينه، كنت مليت بقى خالص، جبت السكينه بقى وبدات ان انا اطلعه بالسكينه اهو زي ما انتم شايفين. حتى اما تطلعيه بالسكينه مش سهل ان هو يطلع، مش بسهوله، بيتخربش كده ومش بيطلع بسهوله. بسم الله ما شاء الله. هوقف الفيديو وارجع لكم تاني. هنا كنت وقفت الفيديو ورجعت لكم تاني بعد ما عادش الا بقى الحتت الصغيره دي. جبت اللي هو بتاع الدهون، قلت يمكن يطلعوا، لان كان في ماده لازقه كده مطرح مكانه. يعني بعد ما انا شلت احط ايدي على الرخامه كده احس ان هي بتلزق. بدات ان انا ارش على الرخامه عشان لو في اي اثر ولا في اي حاجه تطلع. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بدات ان انا ارش على الرخامه كلها، وهجيب سلك بقى وهبدا ان انا ادعكها كويس، عشان اصلا الشكل اللي باقي دون شكل رخم كده قرفني. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هنا معايا سلكه قديمه، شايفين الماده اللازقه اللي على الرخامه بتطلع بوساخه كده في السلك. هبدا بقى ان انا ادعكها كويس جدا عشان لو في اي اثر ولو في اي حاجه تطلع. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه وافضل السلام. هنا بقى كنت وقفت الفيديو على ما غسلت ورجعت لكم تاني، برضو لسه في اثر. ده الرول اللي انا كنت شارياه جديد. اما انا رحت للراجل قلت له انا عايزه رول للرخامه تكون خامته كويسه، لان اللي انا خدته منك لزق وبهدلني جدا على ما طلع. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. دي كانت اقصى حاجه ان انا نظفت الرخامه بالطريقه دي والله، ودعكتها بدل المره كذا مره. يعني دعكتها مره ومسحتها وسبتها نشفت، ورجعت رشيت عليها تاني وغسلتها تاني وسبتها برضو تنشف، يجي 3 مرات على ما وصلت للمرحله دي. هنا بقى هبدا افتح بالرول اهون، وهوريكم انا هلزقه بالطريقه ان هي، عشان تاني مره ما تلزقوش بالطريقه الاولانيه اللي انا وريتها لكم. انا بحب الالوان الغامقه عامه، لان انا عندي اطفال وبيدلقوا ويكركبوا ويحطوا، ما
ما عندهمش مشكله في اي حاجه. انتوا تلاقيهم كده دلقين الحاجه حاطينها زي ما تكون بقى. هبدا ان انا اخد مقاس الرخامه واقص. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله شكله جميل على الرخام. واصلا الرخام اللي طالع الموضه لو جيتوا تدوروا هتلاقوه ان هو غامق يعني. الرخام اللي طالع جديد لونه اسود رصاصي كله الوان غامقه مفيش الوان فاتحه خالص. هنا بقى بدات ان انا ايه اوريكم انا هشيل اللزقه اللي ورا دي ولا مش هشيلها بطريقه ايه احترافيه كده ان انا لما اجي اشيلها المره الجايه ما تبهدلش زي المره الاولانيه كده. وغير كده انا حاسه ان ده تخين شويه. انا جايبه ده اغلى من التاني والله. حاسه ان ده تخين شويه يعني اما اجي اشيله هيبقى مش هيعمل ان شاء الله زي التاني ولا يبهدلني كده. انا هبدا اشيل يعني خط كده من كل ناحيه لذلك اما اجي الزقه يتلزق بس يبقى من تحت مش ماسك قوي. اهو بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هشيل من الاربع جوانب وارجع لكم تاني. هنا كنت شلت من الاربع جوانب اهو زي ما انتوا شايفين خط بسيط كده وسايبه اللي في النص يعني سايبه الظهر اللي في النص الورقه اللي في النص دي سايباها زي ما هي وشلت من على الطروف بس. هبدا بقى ان انا اقلبها والزقها. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وهرجع لكم تاني برضو بعد ما الزقها. هنا كنت لزقتها اهو بدات امشي عليها منديل نظيف عشان تمسك كويس. خلي بالكم اصلا في ماده لازقه في الرخامه من اللي انا شلته هو مخليها برضو ثابته شويه. اهو بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بدات ان انا الزقه كويس بقى عشان ما يطلعش. وفعلا لقيت خامته سميكه شويه عن اللي انا كنت جايباه. هنا برضو كنت شلت دي الاربع جوانب زي ما انتوا شايفين الشريط الصغير ده اهو الاربع جوانب. هبدا برضو ان انا الزقه وهرجع لكم تاني بعد ما الزقه وشوفوا كده الرخامه يبقى شكلها عامل ازاي. هنا كنت لزقت اهو الرخامه كان شكلها حلو قوي بصراحه يعني انا ما كنتش متوقعه ان الشكل النهائي هيبقى كده. كان شكلها حلو قوي ما كانش باين ان هي لونها ابيض ومغطيه خالص. هي كان باين ان هي فعلا الرخامه سودا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ولا باين بقى ان حته مقصوصه من هنا عشان تكمل وهي باين ان هي كلها حته واحده. وباين اصلا ان هي رخامه لونها اسود وكان شكلها جميل جدا وغيرت من شكل المطبخ. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام افضل السلام. وده كان الرول اللي اتبقى يعتبر ما خدتش منه الا حاجه بسيطه جدا. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. اتمنى منكم شير ولايك واستنوا منه كل جديد. ولو انتوا عايزين ننزل لكم اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات وانا هنزلها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.